ينهض ومخالفة لمصلحة هلال الأبيض. ننتظر لحظات قادمة لسه في أول 7 دقائق في هذه القمة، ومخالفة كالعادة. مهند الطاهر متخصص الركلات الثابتة ومحمود شاكير كما نتابع يوجه حائط النصب للمريخ. مهند الطاهر آخر من سجل في لقاءات الفريقين شيكان يتابع ننتظر نحاول وأن تصويبه مهند الطاهر. ذكرت آخر من سجل والآن يدون في هذه اللحظات متخصص الركلات الثابتة يسجل ويصوب اليسارية. وجدت صعوبة كبيرة لحارس المرمى المعز محجوب، وبالتالي الدقيقة الثامنة تشهد الهدف الأول لهلال شيكان لهلال الأبيض في هذه اللحظات عن طريق هذا اللاعب قائد الفريق. على طول يسحب للمدرب إبراهيم حسين، وهنا المحاولة عانقت الشباك، وبالتالي هدف اول لمصلحه نادي هلال الأبيض. لعبة الان من جديد لمصلحه المريخ. سنتابع رده الفعل القادمه لمصلحه المريخ. 10 هدف في شباك. لعبة الان من جديد مهند الطاهر اماميه في اتجاه شيخ مقوري، يتقدم العجل اليساري. هدف ثاني ياتي في هذه اللحظات لمن؟ لهلال الأبيض. العاجل شيخ مقر يصوت، والعاجل آخر ديكور موسى يتابع الكرة بعد ان عادت من اللاعب والحارس المعز محجوب، وبالتالي هدف ثاني لهلال الأبيض في هذا التوقيت. هدف ثاني لهلال الأبيض في نصف الساعة الأولى، في نصف الساعة لشوط اللقاء الأول. مشاهدينا في كل مكان، هنا كانت البداية وكانت الحكاية. اليسارية كانت قوية، عادت من المعز محجوب، وجدت ديكور موسى، صوب، سجل مرة، عبرت الكرة الشباك، وبالتالي ثاني الأهداف لمصلحة هلال الأبيض. هذه المرة أوغستين أوكرا هي المحاولة القادمة. هنا الحائط الدفاعي الموجود بقيادة القائد مهند الطاهر. محمود شانتير يطلق الصافرة واليسارية من القائد وتصويبه. نعم، يقلص الفارق المريخ يقلص الفارق. مهند سجل بيسارية، وأوكرا يرد بيسارية أخرى من الركلة الثابتة، عانقت شباك الحارس زكريا حيدر. المريخ يقلص الفارق في الدقيقة 44، والصراع موجود في اللحظات الماضية والاحتكاك موجود بين اللاعبين بعد إذا استلم حارس المرمى زكريا حيدر الكرة الماضية، وبالتالي المريخ يسابق الزمن من أجل العودة إلى أجواء المباراة. يسارية قوية من اللاعب أوكرا، أرضية صعبت مهمة الحارس زكريا حيدر، وبالتالي عانقت شباك هلال الأبيض وخلص الفارق النجم الغاني أوغستين أوكرا. هنا صاحب تخليص الفارق وصاحب هدف المريخ الأول في هذه المباراة. سنتابع وننتظر مباراة في قمة المتعة والإثارة فيما تبقى من زمن لهذا الشوط، وأيضا في شوط اللعب الثاني، خاصة عندما بعد أن خلص المريخ الفارق بهدف في هذا الشوط. محاولات والاحتكاكات المرة يلعب لمهند، تقدم لمهند الطاهر، قيمة كبيرة لهلال الأبيض في وسط الملعب. تقدم لموكورو، ال1-2 ينطلق موكورو انطلاقا اليساري والتصويبة اليسارية. جول 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 جول. نعم، شيخ موكورو بالحل الفردي بالمهارة الفردية مر وعبر، صوب كورة لا تصد ولا ترد، وبالتالي هدف ثالث لهلال الأبيض عبر هذا اللاعب، هذا الشبل العاجي الشيخ موكورو ينجح في تسجيل ثالث الأهداف لهلال الأبيض. وهنا العناق مع المدرب إبراهيم، وبالتالي يصعب من مهمة المريخ في قادم اللحظات. مر بصورة ممتازة، عبر بصورة ممتازة، حاول اللاعب إبراهيم استخلاص الكرة الماضية، ولكن عبر بسرعة اللاعب موكورو، صوب كرة في سقف المرمى تماما، وبالتالي هدف ثالث لهلال الأبيض في هذا التوقيت. هل سيكرر هلال الأبيض
لعمر، يحاول للسماني، مقطوعه من عبد جابر، يلعب لاوكرا، اوكرا استلام على الدوران، البحث عن الحلول والمهاره الفرديه والسرعه والمساحه، ولكن على طول كالعاده واحد من اميز النجوم في هذه المباراه صراحه يوسف أبسي. عكسيه داخل منطقه الجزاء، سفاري يخلص، مهند الطاهر يستلم، وهنا مفضل محمد الحسن، شيخ موكورو، شيخ لمسه لمهند، يتقدم مهند، سرعه الشيخ موكورو على الجهه اليسرى، تقدم موجود بذات السيناريو، الشيخ موكورو يمر يصوب تصويبه، جول 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 جول، شيخ موكورو بذات السيناريو، بذات المستوى، بذات الانطلاقه، يمر ويصوب ويسجل رابع الاهداف، رابع الاهداف لهلال الأبيض، ويكرر سيناريو الهلال العاصمي. نعم، فريق الذي يسجل 8 أهداف في شباك القمة في الهلال وفي المريخ، لابد ان نشيد بهذا الفريق ونحترم هذا الفريق الذي يبحث رويدا عن التمثيل الخارجي، وبالتأكيد يستحق في ظل هذا المستوى. شيخ موكورو كما نتابع، مر وعبر، تمريرة مهند الطاهر على طبق من ذهب، وهنا المرور بصورة ممتازة، مر باليسرى وصوب باليمنى، وبالتالي هدف رابع وثاني أهداف موكورو في شباك المريخ في هذه المباراة. هنا شيخ موكورو صاحب الفرحة الرابعة لهلال الأبيض، وتعديل قادم لهلال الأبيض. اللاعب جوزيف الآن يستعد للمشاركة في تعديل أخير للمدرب إبراهيم حسين. لاعب علي خلف الله مكان لاعب إذا مهند الطاهر نجم اللقاء يغادر أرضية الملعب، قدم مستوى كبير صراحة، حتى جمهور المريخ المتواجد في ملعب المباراة يصفق لمهند الطاهر، وهنا يعانق الشيخ موكورو بهذا المستوى وبهذا التميز الكبير، وعلى طول اللاعب علي خلف الله إلى أرضية الملعب. تعديل آخر، سلمون جابسون بعد غياب أيضا. سلمون جابسون أحد الأسماء التي قامت على المريخ في المباريات الماضية بسبب الإصابة، وعنكب يغادر أرضية الملعب. وهنا العناق مع المدرب العام خالد بخيت. لعبت الآن، نلعب في آخر الدقيقة 45. مشاهدين الكرام في كل مكان عبر قناة النيلين الرياضية في هذه القمة، والقمة حتى الآن زرقاء لأزرق شيكان برباعية بإمضاء ونكهة صراحة عاجية. ديكور موسى والشيخ موكورو سجل هدفين وهدف لمهند الطاهر. لعبت الآن بروهوما، حاول التقدم، يعود لأوكرا. على فكرة إذا خسر المريخ هذه المباراة تعتبر هي الخسارة الأولى للمريخ على أرضية هذا الملعب. المريخ لم يخسر على الإطلاق على أرضية هذا الملعب في هذه البطولة. استلام وتقدم، مرور ماهر عثمان، يحاول لموكورو، فرصة الخامس، انطلاقة لموكورو، موكورو، لا 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 لا، جول! ما هذا الهاتريك، ما هذا العلق، ما هذا التميز لأزرق شيكان في هذه المباراة. خامس الأهداف، شيخ موكورو يسجل خامس الأهداف، وفرحة هستيرية كما نتابع لأزرق شيكان في أرضية الملعب، يسجل خامس الأهداف. اللاعب شيخ موكورو تقدم مرة بصورة ممتازة بنفس السيناريو بذات الهدف الثاني والثالث. اللاعب شيخ موكورو، هنا كانت الانطلاقة والحكاية والرواية، وآخر لوحة لهلال الأبيض، هدف خامس من اللاعب شيخ موكورو. 5 أهداف. نلعب في 3 دقائق كوقت محتسب بدل ضائع لشوط اللقاء الثاني. متابعين الكرام في كل مكان عبر قناة النيلين الرياضية، صدق أو لا تصدق، هلال الأبيض يتفوق بخماسية مقابل هدف للمريخ. لعبت الآن في الجوانب الدفاعية، وليد بدر الدين لاعب عمر سفاري يحول على طول لبكري بشير، أصبح قائد للفريق بعد خروج مهند الطاهر. يسارية أمامية من النيل خلف الله، النيل تعود في الجوانب الدفاعية،
اتجاه اللاعب. تحولت الآن، يفضل محمد الحسن، تعديل كما أشرنا الشيخ موكورو. وصلتنا قبل لحظات من الآن مهند الطاهر نجما لهذه المباراة، ولكن تم تعديل الجائزة لتتحول للعاجي شيخ موكورو. صراحة يستحق نجومية المباراة. إذا شيخ موكورو نجما لهذه المباراة. نلعب في الدقيقة الأخيرة في الوقت المحتسب بدل الضائع. متابعينا في كل مكان عبر قناة النيلين الرياضية. هنا تحول الآن النيل خلف الله، فريق كما أشرنا من أعرق الأندية في السودان، يعتبر سادس أعرق نادي في بطولة